المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها: فرقة جنوب البحر الأحمر الفني تقوم بزيارة المشاريع التنموية. قرص أو برنامج الحملة الصيفية الطلابية يساهم في التشجير. سيمينار مروري لسائقي شركة ترانسهورم. الصين تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري كبير في سبتمبر. 27 قتيلا في هجوم على مسجد شمالي نيجيريا. الرئيس الإيراني من بيلاروسيا يقول إن لقطة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية. أهلا بكم مشاهدينا. قام أعضاء فرقة الفنون الشعبية لجنوب البحر الأحمر الذين جاءوا للمشاركة في المهرجان الوطني لعام 2025 والرياضيون الذين شاركوا في مسابقة المهارات الخاصة دون 17 عاما والتي نظمها الاتحاد الوطني لكرة القدم قاموا بزيارة المشاريع التنموية الوطنية. وقام المشاركون في الجولة التي تم تنظيمها في 19 من أغسطس الجاري بتفقد سدي لوغو ومسلام، حيث قدم لهم مسؤول مركز الخرائط والمعلومات المهندس جيتاتشو منهاتيون شرحا مفصلا عن عملية بناء السدين ومخزون المياه والمشاريع التي تنجز والخطط المستقبلية المرتبطة بكلا السدين في المنطقة. وأوضح أن قدرة الشباب على العمل في بناء السدود من جهة والخبرة والدروس المستفادة من العملية من جهة أخرى لا تقدر بثمن من حيث فعاليتها وفوائدها المستدامة. وأثناء زيارتهم لمحطة الطاقة الشمسية المثبتة بالقرب من سد مسلام، أوضح المهندس جيتاتشو الخطط لتنفيذ برامج مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد بشكل عام وفي إقليم جنوب البحر الأحمر بشكل خاص. كما قاموا بزيارة مشروع مزرعة الأبقار وإنتاج الحليب ومحطة الشتول التي تديرها مؤسسة القلال والمواشي في حلحلة، حيث قدم لهم المدير التنفيذي للمؤسسة الرائد كبر أبراهام تفاصيل البرامج الحالية والمستقبلية للمؤسسة ودور الكفاءات والقدرات المحلية في تطويرها وتوسيع أنشطتها علميا. وعبر المشاركون عن أهمية الجولات التي تنظم لزيارة والتعرف على المواقع التاريخية والتنموية كونها مفيدة وتوسع الوعي والمعرفة العامة للزوار. وأضافوا أن ملاحظاتهم الشخصية التي اكتسبوها أثناء الزيارة ساعدتهم في الحصول على صورة أوضح حول الأوضاع الحالية والتنموية على حد سواء. يذكر أنه تم تمثيل إقليم جنوب البحر الأحمر في مهرجان إرتيا 2025 عبر أكثر من 200 عضو شاركوا في معرض الثقافات ومعرض الآلات الموسيقية التقليدية ومعرض المعيشة القروية وعروض الفنون الشفوية وعروض الورود الحمر للأناشيد الوطنية. قام 945 طالبا مشاركا في حملة التنمية الصيفية في مديرية دكام حرب بغرس أكثر من 115 ألف شتلة في 7 نقاط عمل. وأوضحت مسؤولة التعليم في المديرية الأستاذة ركبي كفلية أن التجارب المكتسبة من الأعوام الماضية والمتابعة اللصيقة للمعلمين وإشراف خبراء الزراعة ساهم في إنجاح التشجير، مشيرة إلى توظيف حراس بالتفاهم مع إدارات الضواحي لحماية ورعاية الأشجار المغروسة. وقال مدير مديرية دكام السيد يماني أبرار بأن سلطة الغابات والحياة البرية قامت مسبقا بتجهيز الشتول ومسح مواقع التشجير. قامت موظفات المكتب المركزي وفرع الإقليم الأوسط للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وأعضاء الاتحاد بأعمال نفير جماعي تنموي في ضاحية مادرهو بمديرية سرجغا من 6 وحتى 20 من أغسطس الجاري. وأفادت مسؤولة فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي أن البرنامج تضمن أعمال الحفر وقرص الشتول. وأضافت أن الاتحاد ينظم برامج تشجير في تلك المنطقة منذ عام 2010 ويقوم بمتابعة مستمرة من أجل قرص واستبدال الشتول التي لم تنمو لأسباب مختلفة. وأوضحت مسؤولة مكتب اتحاد المرأة بمديرية سرجغا السيدة تخا غويتوم بدورها أنه تم غرس مختلف أنواع الشتول في المديرية وأنها في حالة جيدة بفضل المراقبة والحراسة التي تتم في المنطقة. وحثت المشاركات على تعزيز التشجير لأنه يساهم في استقرار البيئة وضمان تنوعها.
عقد قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبتي قبرو سمينارا في 19 من أغسطس الجاري في أسمرة لسائقي شركة ترانسهور للنقل البري حول احترام قوانين المرور ومكافحة الحوادث المرورية. وأوضح بأن على السائقين منح الاهتمام والأولوية لجودة الشاحنات وفحصها وصيانتها دوما والتقيد بالقوانين المرورية والمساهمة في مكافحة حوادث المرور. من جانبه أوضح مسؤول تحقيقات الحوادث المرورية السيد بنيام برهاني بالأرقام والحوادث المرورية التي وقعت في النصف الأول من هذا العام وأودت بحياة 18 شخص وإصابة 350 بجروح وتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 9 ملايين ونصف. وأشار إلى معاقبة مخالفي قوانين المرور بأكثر من 7 ملايين و300 ألف نقفة. ونشد السيد مبرهت قبرولد من شركة ترانسهور للنقل البري السائقين لتوخي الحذر ومنح الأولوية للسلامة في عملهم. ودعا المشاركون في السمينار إلى زيادة المراءات الموجودة في منحنيات الطرق خارج المدينة لدورها في الحد من حوادث المرور ومتابعة إشارات المرور في الشوارع وتجديدها. تبرع أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط بالدم يومي 19 و20 من أغسطس الجاري لإثراء احتياطي بنك الدم الوطني. وشارك في حملة التبرع أعضاء تنظيمات الجبهة الشعبية التابعة لمديريات سنبل وقدايف وقجرت وتترات وأربعة أسمرة حسب ما جاء من وكالة أنباء الردى. وحث المشاركون الجميع للمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يسهم في إنقاذ الأرواح التي تتطلب رعاية طبية طارئة. وذكر منسق تنظيم وتحفيز التبرع الطوعي في الجمعية الوطنية للمتبرعين بالدم السيد تخلي هبته حث المجتمع لاتباع خطى التبرع الدورية الذي يقوم به العاملون وأعضاء المؤسسات العاملة في الإقليم الأوسط. وأوضح مسؤول الشؤون الإدارية في مكتب الجبهة الشعبية بالإقليم الأوسط السيد شموندي عن مريان بدوره أن المكتب يعمل على تنظيم التبرع الدوري بالدم لأعضاء التنظيمات من أجل إنقاذ الحياة التي لا بديل لها بالدم المتجدد. استشهد في 17 من أغسطس الجاري المناضل لهيئة ملكوت اسم الله شاسفها عن عمر ناهض 66 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل لهيئة ملكوت اسم الله بصفوف جبهة تحرير إريتريا في عام 1974 ثم التحق بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1977 ليناضل ضمن وحدة الأمن الثوري في جبهة التحرير وضمن القوات القتالية وقسم الشؤون الاجتماعية بمختلف مستويات المسؤولية. والمناضل الشهيد هيثم ملكوت اسم الله رب أسرة وأب ل3 أبناء. ووري جثمانه الثرى في 18 من أغسطس الجاري في مقبرة شهداء أسمراء. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل هيثم ملكوت اسم الله وتعزي ذويه ورفاقه المناضلين وزملائه في العمل. مشاهدينا نشرة التواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. من المنتظر أن تكشف الصين بعد أسبوعين عن مجموعة من الأسلحة تظهر قوتها العسكرية في عرض عسكري كبير في بكين حسب ما أعلن مسؤول. ويأتي ذلك فيما تحتفل الصين في 3 من سبتمبر بالذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان التي احتلت أراضي الصينية بطريقة عنيفة. وسيحضر الرئيس شي جين بينغ عرض قواته في ساحة تيانمن في وسط بكين، ومن المتوقع أن يحضر نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة أجانب آخرون. وقال ووزيكي الضابط الكبير في هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية للصحفيين إن الجيش الصيني سيعرض بعضا من أحدث أسلحته في 3 من سبتمبر، مشيرا إلى أنها تعكس الأشكال المتطورة للحرب الحديثة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أن ما لا يقل عن 27 شخص قتلوا بينما أصيب آخرون عندما اقتحم مسلحون مسجدا في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا. وذكر السكان أن مسلحين أطلقوا النار داخل المسجد في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالو مفاشي. وتشهد مناطق وسط نيجيريا أيضا هجمات مماثلة بشكل متكرر، وتزايدت وتيرتها الفترات الأخيرة حيث تراجع الأمن بسبب نشاط
نشاط الجماعات الإرهابية. ورغم تنفيذ الجيش والقوات الأمنية في نيجيريا عمليات عسكرية مضادة بانتظام، فإنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في احتواء موجات العنف المتزايد في المنطقة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن لغة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية، وأن التعاون الواسع بين طهران ومينسك هو السبيل لإبطال مفعول العقوبات. وذكر بيان للرئاسة الإيرانية أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو استقبل في العاصمة مينسك نظيره الإيراني، وأكد الطرفان خلالها على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات. وقال بازشكيان خلال اللقاء أن لغة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية، والتعاون الواسع بين إيران وبيلاروسيا هو السبيل لإبطال مفعول العقوبات. وتم خلال الزيارة توقيع 12 اتفاقية تفاهم مشترك في مجالات الصحة والدواء والسياحة وتطوير الاستثمارات في المناطق الحرة والسياسة والصناعة والإعلام والاقتصاد. وأصدر الطرفان بيانا مشتركا يهدف إلى تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين. انطلقت أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بمدينة يوكوهاما بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا وقادة أفارقة وممثلين آخرين يشاركون في المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام. وأوضحت أنه في أعقاب حفل الافتتاح ألقى إيشيبا خطابا طرح من خلاله خطة للمساعدة في تدريب الأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي وبعض المجالات الأخرى، وذلك في إطار جهود اليابان الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية. وأضافت أنه من المتوقع أن يعقد المشاركون مناقشات حول تحقيق السلام والاستقرار مع التركيز على تعزيز سيادة القانون وتجنب الصراعات، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد بيان باسم إعلان يوكوهاما في اليوم الأخير للمؤتمر. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. فرقة جنوب البحر الأحمر الفنية تقوم بزيارة المشاريع التنموية. برنامج الحملة الصيفية الطلابية يساهم في التشجير. سمينار مروري لسائقي شركة ترانسفور. الصين تكشف عن أسلحة جديدة خلال عرض عسكري كبير في سبتمبر. – 27 قتيلا في هجوم على مسجد شمالي نيجيريا. والرئيس الإيراني من بيلاروسيا يقول أن لغة التهديد الأمريكية لم تعد مجدية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.